اهلا بحضراتكم مرة تانية ومع موعد جديد وملف جديد. ملفنا النهاردة مع الابن المدلل او ابن الوز عوام. ملفنا عن اشرف صفوت الشريف. بيسعدني طبعا في بداية الحلقة ان نرحب بالمحامي الاستاذ شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية. استاذ شحاتة ازي حضرتك ومنورنا ببرنامجنا النهارده. اهلا بيك. طيب قول لي بقى ايه الجديد اللي عايز تقوله لنا عن اشرف صفوت الشريف؟ وفي الحقيقه التقرير بتاعكم كان تقرير وافي وجميل جدا ورائع، ويمكن يعني خلى اللي انا هقوله هيبقى مساحه قليله جدا. لكن انا كنت عايز انوه قبل ما ابدا اتكلم عن اشرف الشريف، انه اشرف الشريف وصفوت الشريف كانوا اكبر مثال بيمثل الحاجه الملحه لاصدار قانون تضارب المصالح. لابد ان احنا النهارده قبل ما نيجي نعين اي مسؤول لابد انه يكون في تباعد ما بينه وما بين عمله الاصلي. يعني بمعنى انه كان من الخطا ان انا عندي احمد المغربي بيشتغل في مجال العقارات واقوم اجيبه وزير اسكان، محمد منصور كان بيشتغل في مجال التجاره واجيبه وزير التجاره، وهكذا. ويجب ان يمتد تضارب المصالح، يعني يجب ان يشمل القانون. هو الحكومه على فكره بدات فعلا تسعى دلوقتي وكلفت الدكتور زياد بهاء الدين لاعداد قانون تضارب المصالح. يجب ان يشمل القانون ايضا ابناء المسؤول، لان اشرف الشريف اكبر مثال على ده هو صفوت الشريف. لانه مش مصادفه انه اشرف الشريف لما يجي يبدا حياته في البيزنس يبداها في نفس المجال عمل وزاره ابوه. يعني ابوه وزير اعلام، هو كمان يبدا في مجال الميديا ويشتغل في مجال الدعايه. بدايه اشرف الشريف كانت بدايه طبعا متواضعه صغيره، كانت هو واصدقائه الاثنين طارق صيام وايهاب طلعت، واسسوا مع بعض شركه اعلانات براس مال مليون جنيه بس. كان طبعا قيمه مساهمه اشرف فيها 600,000 وقيمه مساهمه ايهاب طلعت 200 وطارق صيام 200. ودي كانت بدايتهم الحقيقيه. زي ما التقرير قال انه في الفتره دي كانت التلفزيون عامل قناه النايل تي في، كانت لسه جديده وكانت بتبث فضائي، ما كانتش بتبث ارضي. وكانت بتبث باللغه الانجليزيه وما كانش حد مهتم بيها وما كانش عليها نسبه مشاهده، فعلشان كده ده كان دافع لهم ان هم ياخدوا الاعلان، دقيقه الاعلان عليها بارخص سعر. زي ما قال التقرير خدوها ب 150 جنيه علشان ما حدش هيشوف القناه دي، في حين ان كان التلفزيون في الوقت ده بيبيع الدقيقه ب 3000 جنيه. بعد 50 يوم بالظبط من العقد ده كان سنه 95، واعتقد انه تحديدا كان في شهر 6 وشهر 7 95. بعد ما مضوا العقد ب 50 يوم قام صفوت الشريف باصدار قرار بتحويل القناه لقناه ارضيه. مش بس كده، لا ده اشتروا لها افلام ومسلسلات جديده تماما لاول مره تذاع، وبالتالي بدا يبقى عليها نسبه مشاهده، ومن الطبيعي ان في الحاله دي يرتفع سعر الاعلان عليها. ومن هنا بدات تضخم الثروه وبدات الاموال. ده يمثل في القانون جريمه، لان هو ربح الغير واهدر مال عام. يعني هو ساعد ابنه على التربح وفي نفس الوقت اهدر مال عام كان المفروض يدخل، الفرق ده كان المفروض يدخل خزينه. لا وكمان هل من حق ابنه يعني هل من حق ابنه ان هو يخش لوحده ياخد حاجه زي كده لان ابوه وزير الاعلام؟ لا طبعا، ما هو ده بقى ده لب قانون تضارب المصالح اللي انا بنادي بيه، وانه المفروض يصدر. احنا ما كانش لحد اللحظه دي احنا ما عندناش قانون تضارب المصالح. طيب اتفضل. فانا بطالب من هنا انه سرعه اصدار قانون تضارب المصالح، ويجب ان يشمل الابناء والاقارب من الدرجه الاولى، مش المسؤول بس. بعد كده حصل تطور نوعي في عمل اشرف. فكر ابوه علشان يربحه اكتر، فابتدع بدعه شيطانيه جدا جدا صفوت الشريف، اللي هي بدعه المنتج المنفذ. ما كانتش موجوده. علشان نشرح للناس نظام المنتج المنفذ عباره عن انه القطاع، يعني المنتج المنفذ دي اختراع صفوت الشريف؟ طبعا.
فكرته. على فكره يعني الحوار ده هيقودنا للفساد اللي داخل قطاع التلفزيون على مدى فتره تولي صفوت الشريف في وزاره الاعلام. خليني في اشرف يعني هو هيقودنا بشكل او باخر للفساد ده، لانه لما تلاقي قطاع التلفزيون خسران 11 مليار جنيه ونص في فتره صفوت الشريف، في فتره تولي الوزاره 11 مليار ونص. يعني اللي عنده قناه واحده اعتقد ممكن يكسب منها المبلغ ده في خلال تولي الفتره اللي تولى فيها صفوت الشريف وزاره. لو عنده قناه واحده يكسب منها المبلغ ده من الاعلانات. يعني مثلا شبكه روتانا مثلا ما يبث بدون تشفير ويبث بدون تشفير، يعني هل بتخسر؟ بتكسب من الاعلانات. فانه كل التلفزيون يخسر 11 مليار ونص في خلال فتره تولي صفوت الشريف وزاره الاعلام، ده رقم مرعب جدا جدا. وبيدلنا الرقم ده راح فين، لانه راح لابنه. نرجع لنظام المنتج المنفذ. نظام المنتج المنفذ ده نظام شيطاني جدا، لانه النظام ده قائم على انه التلفزيون يتعاقد مع منتج خارجي، منتج قطاع خاص، على انتاج مسلسل معين، وبعدين التلفزيون يقول له انا هدفع في مساهمه الانتاج، في مساهمه مني في الانتاج مثلا الربع. اعتقد انتوا عالمين ادرى مني بالمساله دي يعني، لكن برضو نشرحها عشان الساده المشاهدين يكونوا فاهمينها. انه التلفزيون يدفع مثلا مساهمته في الانتاج الربع او الثلث على حسب ما يتفقوا في العقد. لك ان تعلم ان الربع او الثلث ده هو قيمه انتاج المسلسل، قيمه الانتاج. يعني هم بيكتبوا لو مسلسل تكلفه انتاجه مثلا 20 مليون جنيه، بيتكتب ان تكلفه انتاجه مثلا 100 مليون، وال 20 مليون اللي بيدفعوا التلفزيون هم تقريبا تكلفه انتاج المسلسل. يعني المنتج المنفذ ضيف شرف بيكسب من الهوا، الباقي يتحط في جيبه. الباقي يتحط في جيبه طبعا. يا سلام. الكارثه بقى الكارثه مش في كده وبس، الكارثه ان بيجي التلفزيون يشتري انتاجه كمان. يشتريه من المنتج المنفذ. هو كان بيعمل او المبرر اللي ابتدعوه علشان نظام المنتج المنفذ ده، قالوا ان المنتج الخارجي او المنتج القطاع الخاص عنده قدره على توزيع العمل بره، ولكن للاسف انه التعاقدات اللي تمت كلها ما قدرش المنتج اللي هو القطاع الخاص يوزع العمل، والتلفزيون كمان ما وزعش، والاعمال دي كلها حققت خسائر جامده جدا جدا، ما حققتش مكسب الا للمنتج اللي هو القطاع الخاص، اللي هو اشرف صفوت الشريف. اشرف الشريف. اشرف الشريف كان هو البطل بلغه السينما وبلغه الدراما، كان هو البطل الحقيقي في النظام، بس الخفي. البطل الخفي. بالمناسبه الخفي، بالمناسبه اشرف الشريف كان يعشق العمل في الظلام. اشرف الشريف لم يكن يرغب في الشهره او يرغب في انه يظهر في الاعلام، وهو كان يملك انه يظهر في الاعلام يوميا، ومع ذلك كان يفضل العمل في الظلام. لحد النهارده لما بقول انا رايح قناه الفراعنه عشان اتكلم عن اشرف الشريف، بيقولوا مين اشرف الشريف؟ ما حدش يعرف اشرف الشريف لحد اللحظه دي، ناس كتير جدا جدا ما تعرفوش. هو كان عاشق للعمل في الظلام، بس بيعرفوه الطبقه الراقيه قوي، لان لابلاج اللي هي في مارينا، ما هو دي جزئيه بلاج العري ده موضوع تاني هنرجع نتكلم فيه، لان ده كان تطور نوعي لمسيره حياه اشرف الشريف. لا ده انا عايز اسالك سؤال مهم، بدل جبنا الحديث بقى عن حكايه لابلاج دي. يعني اولا في موقع في منتهى الاهميه، طبعا. موقع استراتيجي طبعا. مين اللي سمح له بالانحلال دوت وبلاش يعني بيتمارس فيه الخمور ولا يعني حاجه ورسمه؟ انا عايز اقول للساده المشاهدين ان رسم دخوله بس يعني 200 جنيه رسم. انا عندي هنا كل وحاجات يعني انا عندي هنا كل التفاصيل بتاعه رسم الدخول. هو اولا بالمناسبه الناس كتير فاهمه ان شاطئ لابلاج بتاع اشرف الشريف دون انه هو اشتراه. هو للاسف يعني يا ريته اشتراه، لانه لو كان اشتراه كان يعني يمكن هيوفر، هيبقى افضل يعني. هو واخده بامر مباشر بايجار سنوي. من مين؟ بايجار سنوي من وزاره الاسكان. في عهد مين؟ محمد ابراهيم سليمان. تمام. واخده ب 225,000 جنيه في السنه لمده 7 سنين، والعقد انتهى وما زال مستمر في ايجاره. هو في عضويه في الشاطئ 600 جنيه اعتقد. 600 جنيه في السنه. لا هو العضويه 300 جنيه، العضويه 300 جنيه في السنه، ورسم الدخول للافراد غير المشتركين 600 جنيه 60 جنيه. بالاضافه انه في خلال فتره الصيف بيقيم العديد من الحفلات، وده على فكره خسر الدوله بالمناسبه، لان شاطئ لابلاج جوه مارينا، وفي المسرح الروماني جوه مارينا برضو، وكان الدوله بتقيم عليه حفلات في الصيف، وكان ده بيدر عائد. حفلات مارينا كنا بنشوفها، حفلات